له هالة من النور حوالين وشه، وتختلف ألوان الهالة دي حسب مرتبة الإنسان، حسب مرتبته ومنزلته، حسب شفافيته. فيقول لك إن المجرمين وأهل الحقد والضغينة يبقى الهالة بنفسجية غامقة، أهل الشفافية يبقى الهالة بنفسجية فاتحة قوي قوي. يقول لك إن الشهوانيين والغضبيين والانفعاليين والعصبيين يبقى الهالة اللي حوالين وشهم حمراء. يقول لك الأنبياء وأهل الله الهالة اللي تبقى حوالين وشهم تبقى هالة ذهبية. الكون يتناهى في الكبر إلى المجرة، ويتناهى في الصغر إلى الذرة، والإنسان وسط بين الاثنين. وأنواع الخفاء كثيرة، خفاء من فرط الكبر، وخفاء من فرط الصغر، وخفاء من فرط البعد، وخفاء من فرط القرب، وخفاء من فرط العلو، وخفاء من فرط الانخفاض، وخفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس لكن دخوله مع ذلك في نطاق الإدراك، وخفاء لخروج الموضوع عن الحواس وعن الإدراك معا. خفاء من فرط الكبر وهو خفاء الله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر ولا يوجد شيء أكبر منه، هو الأكبر مطلقا. ومن فرط كبره لا تحيط به عين ولا بصر، وبالتالي لا يمكن أن يرى، لأن أي شيء ليرى لا بد أن تحيطه مجال الرؤية. أما إذا كان أكبر من مجال الرؤية مطلقا من كل مجالات الإحساس فيخفى من فرط كبره. أما الخفاء من فرط الصغر فمعروف، ميكروبات على بكتيريا على في الذرة، الإلكترونات اللي حكينا عنها والتموجات والجسيمات وكل الحاجات. وفي خفاء من فرط البعد، وده أمر معلوم، زي خفاء الأجرام الفلكية البعيدة خالص. وفي خفاء من فرط القرب، الواحد ما بيشوفش سواد عينه من فرط قرب سواد عينه ما تشوفوش، واحد ما يشوفش سواد عينه من فرط قربه. وأيضا يقال نفس الشيء عن الله سبحانه وتعالى: أقرب إليك من حبل الوريد. ثم هناك خفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس، لكن مع ذلك يدخل في منطقة الإدراك بالنسبة لأقلية من الناس. زي إيه؟ زي الجن والملائكة والعرش واللوح ومنازل الجنة ومنازل النار، دي غيبيات، لكن بالنسبة للأنبياء والمخصوصين من أهل الله ممكن يكون لهم اطلاع على هذه الأمور، الجن والملائكة والنساء. فهي تخرج خارجة عن نطاق الحواس، لكن تدخل في نطاق إدراك البعض من أهل القرب من الله ومن أهل الشفافية ومن المخصوصين من عباده. في خفاء لخروج الموضوع من منطقة الحواس ومن الإدراك عموما من كل شيء، وهذا هو الغيب المطلق، وهو غيب الذات الإلهية. الذات الإلهية لا تدخل في نطاق الحواس ولا في نطاق الإدراك، عالية على الاثنين، وهي في العماء المطلق وفي الخفاء المطلق، وتخرج حتى من نطاق المثلية، ليس كمثله شيء، هي تخرج أيضا من نطاق المثلية، فالوصول إليها مستحيل. كل إنسان له هالة من النور حوالين وشه، وتختلف ألوان الهالة دي حسب مرتبة الإنسان، حسب مرتبته ومنزلته، حسب شفافيته.
فيقول لك إن المجرمين وأهل الحقد والضغينة يبقى الهالة بنفسجية غامقة، أهل الشفافية يبقى الهالة بنفسجية فاتحة أوي أوي. يقول لك إن الشهوانيين والغضبيين والانفعاليين والعصبيين يبقى الهالة اللي حوالين وشهم حمراء. يقول لك الأنبياء وأهل الله الهالة اللي تبقى حوالين وشهم تبقى هالة ذهبية. طبعا احنا شفنا فعلا وصورنا، طلع ان في فعلا هالة نور حوالين الإنسان، سواء وش أو إيدين أو صوابع أو رجلين أو كل الإنسان بيطلع منه نور، طاقة كهربائية. صوروها بالطريقة الجديدة اللي اسمها كريليان فوتوغرافي، ودي آخر صيحة في علم التصوير. هي الحقيقة دي بتفكرني برضو بآية قرآنية جميلة في الآخرة عن المؤمنين، يقول لك يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله، يبقى كأنهم لهم نور وهم يكلموا ربنا سبحانه وتعالى يقولوا إيه؟ يقولوا ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى إذن الواحد بيمر على مراحل يترقى فيها ويتم